استنوا، تشابي ألونسو أسطورة ريال مدريد راح من النادي بعد 7 شهور بس؟ إيه اللي صار بالضبط؟ ليش الملك يودع المدرب اللي كان المفروض يقودهم للمجد؟ خلوني أقولكم القصة من أولها. تشابي ألونسو المدرب اللي جاب ليفركوزن بطولة ألمانيا انضم لريال مدريد في يونيو الماضي. كان الكل متحمس، كان الكل يقول هذا هو المستقبل. بس شوفوا ايش صار. بعد خسارة السوبر الإسباني قدام برشلونة 3-2، ريال مدريد أعلن رحيل ألونسو بالتراضي. لكن الصحف العالمية يا سلام عليها، كشفت أسرار ما تتوقعونها. صحيفة آس الإسبانية فجرت قنبلة. ألونسو هو اللي طلب الرحيل، مو إقالة. هو اللي قال أبي أمشي. لا تصدقون؟ والله العظيم هذا اللي صار. طيب ليش؟ 5 أسباب خلت الوضع مستحيل. 1. الضغط العالي راح في الهواء. الفريق كان يضغط قوي في البداية، بس بعد الهزيمة قدام ليفربول كل شيء ينهار. 2. الفريق مات، ما في حيوية، ما في روح، اللاعبين كأنهم ماشيين على بطاريات خلصت. 3. وسط الميدان ضايع، ريال مدريد بدون سيطرة على الوسط، هذا شيء ما نشوفه كل يوم. 4. خلافات مع النجوم. والله تقارير تقول في مشاكل مع فينيسيوس وفالفيردي، النجوم ما عجبهم المدرب والمدرب ما قدر يسيطر على غرفة الملابس. 5. الإصابات ما توقفت، فالفيردي وهاوزن انصابوا في السعودية، الإدارة قالت لألونسو لازم توقف الإصابات بس ما قدر. تخيلوا معي، بعد ما رجعوا من جدة، بيريز رئيس النادي قعد مع ألونسو في اجتماع سري، وهناك في تلك اللحظة انتهت الحلم بعد 7 شهور فقط. والمفاجأة، أربيلو مدرب الفريق الثاني هو اللي بياخذ الفريق الحين تشابي ألونسو حر، ليفربول تبيه، مانشستر يونايتد تبيه، وريال مدريد عندهم فوضى ما حد يدري وين بتوديهم. السؤال اللي حير الكل، هل ريال مدريد غلطوا لما تركوا ألونسو يمشي، ولا ألونسو هو اللي ما قدر يتحمل ضغط الملكي؟ الجواب بنعرفه في الأيام الجاية. اشتركوا في القناة عشان ما تفوتكم أخبار الكرة الساخنة بكرة، لأن القصة لسه ما خلصت.